طب عمرو، ليه رفضت دورك في افاتار؟ رفضت اركب ديل. فاخترت شخصيه البنت اللي كانت قصاده. لا رفضتها برضه. كان عندك برضه سؤال انت يا عمرو على بالنسبه إيه؟ لعمرو؟ عمرو اي حاجه بقى فيها سمير غانم. أيوه. يعني فاهم، سمير غانم. عم سمير ده عايز حلقات، ده عايز بودكاست لوحده، ايوه صح. مش حلقات. يعني عم سمير غانم ده عايز بودكاست لوحده. طب عمرو، لو قلت لك مثلا اوصف لي او هقول لك صفات مثلا وقول لي دي تمثل ليك مين من ايه الممثلين؟ الاسئله دي؟ ايه الاسئله بتاعت استنى، العيد دي؟ بنلعب عيد يا الفطر عم. المبارك والله العظيم. يا عم احنا داخلين على سنه جديده يا عم، وكريسماس وبتاع وكده. يعني لو قلت لك مثلا قول لي الطيبه. باسم سمره. ايه؟ انت عندك تلفزيون؟ انت بتابع يعني؟ اوكي. ماشي. طيب لو قلت لك مثلا الشرير. الشرير في الحياه رامز جلال. في الحياه وفي كل حاجه. الشر رامز جلال. ده في الحياه. في التمثيل. مين الشر في التمثيل؟ في التمثيل بالنسبه لي محمود المليجي. طيب مين الاصرار؟ هند عاكف. طيب مين الكفاح؟ مين الكفاح مثلا؟ مين الكفاح؟ كلنا. كلنا بلا استثناء مكافح. عايزك تبص للكاميرا دي كلنا نتكلم عن الكفاح. طيب مين كريم كراميل الدراما؟ ايمان العاصي. انت ايه حكايتك مع ايمان العاصي؟ ايه في اشاعه تطلع دلوقتي. الموضوع ملوش ده، بيسألوا في الاهلي والزمالك حد. ايوه اتفضل. ايوه ايه بقى؟ اتفضل بس. ايه هيبقى ايه؟ هيموت والله العظيم هيموت. طب لو قلت لك اسماء فنانين وتبقى المرادف بتاعها في صفات. انت مصمم. لو قلت لك ايمان العاصي، كريم كراميل. لا هي الكريم كراميل على الكريم بروليه على الزلابيا على يا نهار اسود. انا بكراش على ايمان العاصي. بتكراش على ايمان؟ جدا. انا بكراش على ايمان العاصي، بحبها جدا. يعني ما عندكش مشكله انها تعرف ده؟ لا جدا، يا ريت تبلغوها. انا هكلمها على لا فكره. اصل ايمان بص، قول لي. اليت، امرايا، ايوه كيوتي، أيوة. لطيفه، دمها خفيف. كل كوكتيل ده بقى. انت هتعيط ولا ايه؟ لا هو صرح. هو صرح كده خلاص. يعني كده نقفل يا جماعه الحلقه خلاص كده تمام. يعني ايمان العاصي بالنسبه لي. طب لما شفتها في المسلسل بتاعها وان هي واخده بطوله وده يعني يعتبر لاول مره انها تاخد بطوله لوحدها ايمان تعمل ايه عايزاه؟ يعني يعني انبسطت لها طبعا ولا حبيبتي حسيت واخده بطوله اقول لها لا لازم ابارك لها. هل فعلا الاخبار اللي سمعناها انه كان في شد بينكم وزعلت انها ما جبتكش بطل قدامها في دور ابنها الصغير؟ مش هي. لا على فكره انت معلوماتك ناقصه. أيوة. لان هم عملوا كذا بروفا. بس هو يعني فاهم عمرو كان في مشهد الشيله ده كانت صعبه. انا هقول لكم رد غير متوقع. للاسف أيوة. هم يعني خافوا على ايمان عشان اما وزنوا عمرو. لقوه طبعا ان الموضوع بيوزن، عايز ونش عشان اللقطه. انا هقول لكم رد غير متوقع. ايه كده علينا ولا ايه؟ ايمان العاصي ما دام هي نجحت كأن انا نجحت بالظبط. الولد في لمعان غريب في عينيه. خدت بالك ايه ده؟ في بريق في عينيه. ايوه بريق في عينيه. بريق فعلا. نعم. اوكي. طب يعني لو دلوقتي قلنا ايمان العاصي اتقدمت لك، الفوبيا بتاعتك من الجواز هتروح؟ تتدغدغ. اوكي. يا سلام. طب والواد اللي بيطلع هنا ده؟ حبيت منوم بقى. ينام بقى شويه. مش هقول لك اقتلها. لا اقتلها. ده يقتل نفسه ولا لا ايمان. طب انا رايي احنا نوفق راسين في الحلال يا عمرو. الحلقه الجايه ايمان العاصي والله العظيم ده لو ده المكسب الوحيد من هذا البودكاست. ان احنا نبقى عملنا كده. طبعا. طب حلو. طيب عمرو، نرجع تاني برضو للشغل بتاعك وكده. يعني هل صحيح ان انت رفضت يعني بطولة وخدها الفنان احمد زكي في فيلم من الافلام؟
بس ما بحبش اتكلم على الحاجات دي. يعني معلش خلاص، هو طبعا الفنان احمد زكي يعني الله يرحمه الله يعني. يرحمه طبعا وبتاع، بس هو كان بيحبك يعني. انا بعشقه اصلا. هو كان بيحبك، ومع ذلك ما كانش في اي غضاضه بينكم ان هو خد منك الدور. لا هو خد كل الادوار، خد مش دور واحد. ايوه انت بتتكلم باداء الناس هتصدق، خلي بالك. عشان انت بس فايت عليك دي، لان أنا انا عايز تاخد أقول- فيديو كده. هل احمد الفيديو زكي احنا ما بناخدش غير الفيديوهات دي. أيوة، أصلاً ما بناخدش غير الله الفيديوهات دي. يخليكم. بس انا عايز اقول لك، انا كنت منزل بوست من فتره بهرج فيه بعد ما نزل فيلم جلاديتور 2، تمام، حاطط صورتي وانا لابس لبس برضو بتاع روماني كده. ده كان في ابو حفيظه باين. لا انا كنت بعمل فيلم كنسي، تمام، عن واحد من الشهداء وكده، فكنت عامل دور الولي الروماني اللي كان بيعذبه وبتاع. أوكي. فحطيت صورتي وصوره دينزل واشنطن، وكتبت انه انا والزميل دينزل واشنطن عند مشاهده فيلم جلاديتور طول العرض الخاص وبتاع وكلام من ده. انا عايز اقول لك انه في طبعا ناس كتير فهمت ان ده تهريج وبهرج، في ناس قالوا لي الله ربنا يوفقك والله انت تستحقها، وافتكروا انه فعلا الموضوع ان انا جالي عرض فعلا في هوليوود وكده يعني. وتلاقي بقى هو طبعاً المواقع اللي هو طبيعي. الصفرة دي خدت بقى دنزل واشنطن أيوة. تامر فرج. عارف انت؟ الاول يهنئ. وفي برضه منشطات اخشى مواجهه تامر فرج في العرض الخاص. لا وبعدين هو طبيعي طبعا ريدلي سكوت ممكن يطلبني طبعا انا اشتغل معاه، ده شيء عادي يعني، وانه دينزل واشنطن طبعا يطلبني في فيلم من الافلام يعني. طب احنا العلاقة بقى بيننا طب كده احنا يعني. طب احنا قاعدين بنهزر في القصه دي. هل هيجي يوم هو على ممكن ممثل سؤال مصري؟ بس، هو انتوا البتاع ده بتاعكم ده اسمه ايه؟ ايه ده؟ ميدلي عمرو وتامر. ده المفروض يسموه جوز مجانين. هيجي يوم على الممثل المصري والماركتنج بتاع الممثل المصري يشتغل كويس، معرفش بأنهي طريقة، معرفش بأنهي أسلوب ولا بأنهي تكنيك ممكن يشتغل، وفي سنة كام معرفش، إنه يبقى أي ممثل مصري محطوط في الكاتيجوري بتاع إنه ممكن تكلمه وكيل تامر احنا عايزينه فعلا في فيلم، ممكن تكلمه وكيل عمرو في هوليوود. طب في هوليوود أو في أي شيء. دلوقتي خلي بالك من حاجة، السينما الصينية والسينما الهندية بتنتج قد هوليوود تقريبا مرتين. صح خلاص. فهل بس هم قصه مش في ان مين بينتج كتير، قصه ان انت مطلوب ولا لا. أيوة. ولما تكون مطلوب اصلا كممثل هتعرف تعمل المطلوب منك، يعني في موضوعات تناسبك، ولا انت هتبقى جاهز كممثل؟ فين السؤال؟ انت سألت أنا اسئله بسألك كتيره أهو. قوي لا، دلوقتي، ما هو فين ده. السؤال اللي مش احنا هيحصل. بس قال لك اهو مش هيحصل. خدها في وشك بقى، انا بريحك ما اهو. هي خدتها. بس خلاص مش هيحصل. ايه مش هيحصل؟ انا ليه؟ بريحك اهو. ليه؟ مش هيحصل. ما جايز احنا عندنا مشكله برضو. ما هو احنا عندنا مشكله، ايوه، بس بقولك مش هيحصل. عشان نبقى صراحه، بص يا حبيبي، ساعة استاذ عمر الشريف لما مثل بره كان ايه اللي حصل؟ مخرج جه. بس ما هو مخرج جه. لا مش بس، لا، لا تخلف بقى. لا، مش بس. تخلف. ما تستناش نفس الطريقه اللي حصلت من 70 سنه. لا، ما هو زمان ما كانش فيه الماركتينج والسوشيال ميديا والحاجات دي كلها. كويس. انت النهارده احنا يعني في امريكا في هوليوود انت عندك حاجه اسمها الستار ميكر والمانجمنت. انت حضرتك ما بتعملش حاجه غير انك رايح تمثل وتشتغل، ما بتشغلش دماغك بقى بستايلست باجرك ببتاع، انت رايح تمثل. تمام. انت هنا بيطلع عليك في ايه؟ انك بتقعد تتكلم مع الستايلست ومع المنتج في الاجر ومع المنتج الفني مش عارف ايه، وانت اللي بتاخد الاوردر وانت اللي بتحضر مش عارف ايه. فهو ده هي الستار ميكر ده. احنا ما عندناش المؤسسه، احنا بنستنى لما حد يطلع يفرقع يعمل بوم في حاجه، يلا بقول لك هاتوا مضيه. الكلام ده على عهدة الأستاذ عمرو عبد العزيز. ايوه تمام. هاتوا مضيه. لا نعتبر هذا رأي البرنامج. لا هاتوا، بتكلم بجد، هاتوا مضيه. لكن انت النهارده من هو ستار ميكر في مصر اللي هو بيجيب ناس غير خالد جلال؟ انا في وجهة نظري ان خالد جلال يعتبر هو مش، والله مش، وهو بيوصل لمرحلة معينة وبيقف، ما بيعملش اكتر. هو بيطلع بالظبط. يا جماعه هو بيطلع منتج. منتج. على ستار ميكر للسوق في مصر. انت بتتكلم لبره مصر. ما احنا هنتكلم في السوق في مصر الاول وبعد كده نطلعه بره مصر. النهارده لما بنتفرج على فيلم معمول في هوليوود بتلاقي فيه 2-3 ممثلين هنود، وبتلاقي فيه 15-16 واحد صيني. لا وبقى في عرب السوقين لما بقوا كبار، الاسواق دي لما بقت كبيره احترمت بعض. فبقى في تعاون بين بيوت الانتاج هنا وهنا وهنا، وبقى في تعاون في الممثلين وفي المخرجين. انت بتقرا برضو اسامي مخرجين من اي حته في العالم. هل هي الفكره بقى ان لما السوق بتاعنا نفسه يكبر ويتغير
احنا ممكن لا تبقى في احنا السوق بتاعنا كبير في حته كويسه، واحنا رحنا في حته حلوه جدا في أنهي مستوى حتة؟ التصوير. يعني اقول لك على حاجه، مثلا السنه اللي فاتت مسلسل الحشاشين، المسلسل ده تكنيك التصوير والمونتاج والجرافيك احنا وصلنا لمستوى عالي جدا. تمام. ولكن احنا ينقصنا حاجه وهو الماركتينج، ان احنا أيوة. نسوق ايوه بره مصر. ليه الاجانب يتفرجوا يا جماعه؟ احنا وصلنا للمستوى ده، وفي ممثل هنا وفي ممثلين هنا، بحيث ان احنا ممكن يحصل خدوا ناس من عندنا، يحصل تبادل زي ما بيحصل مع العرب يحصل مع الاجانب. انا بقى أيوة. ده اللي بتكلم احنا فيه. التارجت بتاعنا اكتر الماركت العربي بالظبط. عن كويس. الماركت العالمي. وده شيء عظيم ان انت تبقى نمره واحد في الماركت العربي، ده شيء عظيم. هي الفكره مش في انه يبقى في عمل قوي جامد فيضرب فترجمه حتى فيتشاف بره. أيوة. انا بتكلم عن ان السوق كله يرتفع لمستوى، لانك قديم في الشغلانه بقالك 100 سنه. انت قديم في السينما بقالك 110 سنه. فانا بتكلم على ده، ان انت تقدر تطلع هل تقدر تطلع بمستوى الماركت كله فتبقى قد الصين هياخد والهند في وقت بقى الكواليتي؟ الكلام ده. ياخد وقت لا بس طيب ما محتاج ده اللي إرادة بتكلم برضه. فيه. لا، محتاج وقت، ان احنا طبعا. نبقى هل عايزين هي يا نعمل جماعه ده. مش حكايه وقت بس، مش حكايه وقت بس، حكايه ان النوعيات اللي احنا بنفكر فيها دي اكيد هتتغير. طب انا هسالكم انتوا الاثنين سؤال. قول يلا. قول. تعمل فرج ايوه. لو رجع بيك الزمن لورا كتير، اه تشتغل ممثل ولا تشتغل حاجه تانية؟ لا طبعا اشتغل ممثل طبعا، بس انا خلي بالك ان انا مش اصلا ممثل. انا الاول انا يعني انا فاهم، انت حققت تورست جايد، حلمي. انت مرشد سياحي. حققت حلمي ان أوكي. انا ابقى مرشد سياحي. حققت حلمي يعني ان انا هل ابقى لو ممثل. رجع بيك الزمن هل كنت برضه تبقى مرشد سياحي ولا تبقى حاجه تانية خالص؟ لا لا طبعا ما اعرفش ابقى حاجه تانية خالص خالص. دي المهنه بتاعتك. ماليش حاجه تانية. شكرا، اكتفيت بالاجابه. استاذ عمرو رمزي، لو رجع بيك الزمن لورا فتره كبيره، تبقى ممثل ولا تبقى مخرج ولا تبقى حاجه تانية خالص؟ لا هبقى ممثل، بس اعتقد ان انا كنت نص الحاجات اللي انا رفضتها بقى هقبلها، لانه اكتشفت انه يعني ما كانش حاجات ينفع كتير- ترفض ساعتها. كان في حاجات كتير قوي ممكن تتعمل يعني ما تاثرش قوي يعني، او يعني حتى ادوار الاغراء يا عمرو. حتى ادوار الاغراء اللي اتعرضت عليك ما دام في اطار هتعملها؟ الدراما، يعني حتى لو موظفه في السيناريو لو لكن متوظفة انت عايزين وبتقبض تطلع- لا، أنا خلاص. أتكلم يعني بجد هتطلع والله. بالكلسون لا، عادي لا، لا، بتاع خلي الشتاء. بالك. يا تطلع وانت يا لابس مثلاً. الكلسون. ساعات الممثل مننا بيبقى عنده حاجه اسمها غباء فني، اه اللي هو انه ممكن يلبس كلسون قدام لا، الناس. اللي هو ممكن يرفض دور، اللي أيوة. ممكن يرفض حاجه يقول لك يا عم لا 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 مش عارف ايه، ففجاه اللي انت رفضته ده تلاقيه ودى الفيلم او العمل اللي انت رفضته في حاجه تانية خالص وفي لما حد برضه تاني يعمله. مثلا. لا وفي برضو على فكرة فعلا من الذكاء جدا ان انت تعرف يعني يبقى عندك ذكاء الرفض، ان انت في حاجات مش في ما كله. ينفعش انت في تقبلها حاجات ده. ممكن ترفضها، يعني مثلا لو جالك فيلم محترم جدا مهم، ما ترفضش والدور حلو، ما تختلفش على اجر. وما ترفضش عشان دور صغير او بتاع. بالظبط. ماشي، ما الحاجات يعني دي انت مفهومة. مثلا فيلم زي فيلم الفرح وكباريه، انت لو قريت الفيلم مثلا هتلاقي دورك في الفيلم كله 5 مشاهد، فتقول انا هعمل 5 مشاهد. بس لما تيجي تتفرج على الفيلم على شاشة السينما وتشوف ال5 مشاهد دول عملوا ايه في الفيلم، فتقول ايه؟ يا لهوي يا صدق ريت. ان انا يا ريتني. هل اتعرض عليك دور 5 مشاهد في فيلم كباريه؟ هنفهم ده من اللي انت لا قلته؟ انا كان نفسي يجي لي فيلم كباريه. اوكي. هل جالك كباريه مش فيلم؟ لا انا كان يعني فيلم كباريه من الافلام اللي كان نفسي يعني فيلم الفرح وكباريه من الافلام فعلا اللي انا كان نفسي يجي لي فيها شخصيه. يعني فيلم الفرح انا كنت اتمنى اعمل دور ماجد الكدواني. وصل الراعي الرسمي مهرجان النهارده الاستاذ انو. طبعا النبطشي ده، بس ده دور كبير قوي. وهل تعلم ان ما كانش دور ماجد الكدواني اصلا؟ انت سئيل قوي دور كبير بجد. عليك. لا انت والله سئيل. بتكلم دور كبير بجد. على مين؟ استنى، ايوه بيتكلم. استنى هقول لك بجد على انت حاجة. سئيل على فكره بقى. حجمه صغير على فكره كممثل. مين مش- ده؟ ايوه. هو انت ما بتتفرجش على فكره. لا انت ما بتتفرجش. ده عامل دور اليومين دول بالباروكه البتاعه دي. هو كل من لبس رهيب. باروكه خلاص. رهيب. اللي هو اسمه ايه الشخصيه؟ هو اسمها ايه؟ شخصيه ايه؟ في حد في باروكة شخصية انت كده عاملها عامل باروكة كده وبتاع شفناك. ومش عارف ايه. ايه ده اسمه ايه؟ انتوا مش بتتفرجوا انت؟ انتوا بتتفرجوا على قناه ثانيه ولا مش إيه؟ انت؟ انتوا مين اصلا؟ مش انت؟ بقول لك والله انت عارف دور ماجد الكدواني ده ما كانش دوره اصلا. مش حسام فارس ده؟ ده كان دور بس يلا كان دور محمد شرف الله يرحمه. لا يا راجل. عرفت بقى انت تقول بقى ميكي ماوس؟ يعني ده كان دور محمد شرف الله يرحمه. انت عرفت منين؟ انت بتجيب والله على فكره الواد بيقول اخبار مش صحيحه. لا والله على مسؤوليتي. دور فعلا؟ ماجد الكدواني في فيلم الفرح ما كانش دور، حسن كان ماجد. دور محمد شرف وتعب، كان داخل يعمل عمليه في القلب قبل تصوير الفيلم ب3 ايام. طب محمد طب ما هو شرف محمد شرف ما طلع في الفيلم؟ لا ده كان لا، في كباريه. لا. التاني كان في كباريه صح. تقول ليه؟
ايوه تقول طب ايه الدور أوكي. التاني اللي كان بتاع محمد شرف مع احمد حلمي وما عملوش؟ دور السواق في فيلم اللي بيجي فيه من المطار اللي هو عسل اسود، كان هو اللي هيعمل دور اللي عمله عم لطفي لبيب. يا راجل. ولما برضه حصل له مشكله، ولما عرف عم لطفي لبيب اصر ان محمد شرف ياخد اجره بالكامل، واستأذن محمد شرف عم لطفي، قال له انا هكلموني اعمله، قال له جو اهيد. بس اجر الفيلم راح لمحمد شرف كله. بعد ما عم لطفي لبيب ربنا يديله الصحه مثل الدور كله. ايه الاخلاق دي يا عم انت والناس دي؟ اه وهل ده بقى موجود لسه يعني ما بيننا دلوقتي؟ يعني مثلا لا في عشان ما ثلاث ممثلين نعممش. اهو. لا ما ثلاث نعمم- لا ممثلين في احنا لا في بيننا ممثلين ممكن نعمل اخلاق كده. وفي ناس كتير. لا يعني ثانية واحدة بس، ثانية واحدة. يعني أنا دلوقتي مثلا هروح جاي دور بتاعك خبطك بحاجه في وشك. حياة قلبي صوتك بحاجة. لا يعني احنا مثلا أنا عمرو، أنت ممكن أنت تمثل دور وتديني الأجر بتاعه؟ أكيد لا طبعا. لما تدفع اللي عليك طب الاول. اقول لك على حاجه. انا دوري في مسلسل اللص والكتاب ما كانش دوري اصلا. وكانوا مكلمين ممثل تاني وسين مش هقول اسمه، فقالوا لي احنا كلمناه واعتذر وبتاع طيب رحت رافع السماعه، قلت لهم معلش طب ممكن 5 دقايق، فرحت مكلمه قلت له دلوقتي هم كلموني على مسلسل كذا، انت اعتذرت؟ قال لي اه. قلت له يعني تمام؟ قال لي ليه؟ لان في ساعات حركات بتحصل كده، ده حقيقي. ففجأة تروح تلاقي نفسك بتصور ويقول لك ده كان دوري، فانت تلاقي نفسك اتلطيت بقى. ما كانش ليك سفر في اللص والكتاب، كله كان في مصر. لا طب انا هقول لك حكايه برضه على ذكر ميكي ماوس. انت عارف ان مسلسل اوبرا عايده ما كانش اصلا في الاول الدكتور يحيى الفخراني؟ المسلسل ده راح ال30 حلقه للاستاذ نور الشريف الله يرحمه. الله يرحمه. اول 5 حلقات قراهم قال لهم الورق تحفه وما يتسابش وده ورق عبقري، قال لهم بس سيد اوبرا ده يحيى الفخراني، استنوا. لا المصحف الشريف راح طالب دكتور يحيى، قال له يا يحيى لو سمحت اعمل الورق ده، ولو في مشكله في اجرك انا هكمل لك الفرق من جيبي، يا لهوي. بس ما تسيبش الورق ده. قال له للدرجه دي؟ قال له اه. راح منازل المخرج والمؤلف قال لهم دلوقتي روحوا للفخراني مستنيكوا اعرضوا عليه الورق ده. بيهادي صاحبه بمسلسل 30 يا حلقه. جماعة مسلسل الكلام ده مهم. علامة من العلامات علامة. أصلا. ايوه مش حاجة عادية. فانت النهارده بتتكلم بيضربوا بعض بيقتلوا بعض عشان خاطر مشهد في مسلسل. يا ده أخي راجل إيه ده؟ مديله 30 حلقه، قال له يلا خد رمضان اللي معاك. والمسلسل ده دكتور يحيى كان في نفس الوقت بيصور زيزينيا. اوكي. زيزينيا والاتنين نزلوا مع بعض. زيزينيا كان نازل على القناه الاولى يعني متشاف. تهيألي الزيزينيا قبل اوبرا عايده. لا كان الجزء والله؟ الثاني. التاني. وكان اوبرا عايده بتعرض على النايل تي في بالليل، ما حدش بيبص عليه يعني. من الحلقه الثالثه او الرابعه راحوا اوبرا عايده ده بوم ضرب ضربه غير طبيعيه، فراحوا منزلينه تعرض على القناه الارضيه. اوكي. ايوه يعني شوف برضو يا ولو أخي. قلت لك اجره كان كام في المسلسل ده مش هتتخض. مهم اجره كان كام. انت بتجيب الكلام ده منين؟ اهو استاذ يحيى الفخراني في المسلسل ده كله واخد 150,000 جنيه دولار. والله مش بهزر. جنيه. حتى ساعتها احمد صقر قال له يا استاذ يحيى المسلسل ده انت واخد فيه ملاليم عشان بعد كده هيجيب لك ملايين، قالها له كده باللفظ. الواد ده هو كل القصه مش مهم هو بيجيبها منين. هو بص القصه هي قصة عشان حلوة، عارف احنا في عامل وسط زي احنا بس عشان في وسط وشت. في وسط وشت. قال لك وشت. السوشيال ميديا سوشيال. ووجع القلب اللي احنا بنشوفه وبنسمعه بنعاني منه، وغيرنا وزمايلنا واساتذتنا بيعانوا منه. وما بينقلش غير الاخبار السيئه او الاخبار التافهه او المجتزأه اللي هي بتبين ان احنا ناس على الله حكايتنا كده يعني. فادي اساتذتنا يعني الحكاوي دي مش للتسليه والله، ده مهم جدا انه احنا يعرفوا احنا اتعلمنا من مين يا عمرو؟ هم دول اللي حببونا في الشغلانه. بس طبعا. احنا القصه مش احنا كنا بنشوفهم في التلفزيون، لا ان احنا بنشوف حوادثهم، بنسمع كواليسهم دي. خلاص فحبينا الشغلانه كلها الحاله كلها. طبعا. طب مين يا عمرو مثلا يعني اشهر حد تعرفه بيصبغ في الفنانين غير عمرو رمزي؟ يعني ايه الصبغه اللي بتعجبك؟ هل انت بتصبغ يا عم؟ والله لا لا ايه والله يا جماعه، بس عشان نبقى فاهمين، بس لانه عشان الناس هتفهم ان تامر بيتكلم على انت مالك ومال الناس؟ لا انت مالك يا جماعه معلش سيبوني اتكلم، انا ما بقطعش حد فيكم. اتفضل يا استاذ. عشان الناس هتفهم ان الناس بتتكلم ان تامر بيتكلم على صبغه الشعر او كده. هو بيقول تعرف مين تاني بيصبغ، لان تامر ألدغ فهو قصده بيصبر، بس هي بتطلع منه في بعض الاحيان
خلاص بتطلع حلوه الترقيصه، عجبتني عجبتني الترقيصه، بس انا قصدي الصبغه، الصبغه اللي بتتحط في الشعر، تمام، عشان فهي دي الفكره. لا بس مش هو قصده مين هنزلها بيكي مش هنزلها. يصبر اكتر. يصبر. طيب هل انت صبغت قبل كده يا عم؟ لا والله خالص. هتصبغ ايه؟ خلينا برضه واقعيين يعني. انت هتصبغ مفيش صبغ، مفيش حاجه، مفيش ايه؟ مفيش اصبغ ليه؟ مفيش حاجه تحت مفيش اي حاجه. احنا مغطيين عشان الاضاءه، بالظبط. عشان الاضاءه بتلسع لما مش مهم الاضاءه، بس مفيش. سيراميكا. احنا جينا الحلقه دي بجد واحنا مش موضبين اي حاجه، اساسا انت قلت ايه ده، انا بس هاتوني بقى في البودكاست ده وانا هقعد اتكلم. هو قال هاتوني في البودكاست ده؟ والله هو اتحايل علينا طبيط، ما احنا اللي جايبينه، هو اللي اتحايل علينا قال انا عايز اطلع معاكم ومش عارف ايه وشهروني والكلام ده. قريبا وحصريا على شاشات الدراما تلتقون مع تامر فرج وعمرو رمزي. لا قول لنا التنويه بتاع المسرحيه بتاع طيب وامير. اللي هو يرفع الستار بعد 3 دقائق. عشان الناس كانت بتسال مين بجد اللي بيقول مين اللي كان بيعمل التنويه كده ده؟ في المسرحيه؟ كنت انا اللي بعمله. طب وفاكر لما قلنا عايزين نعمل التنويهات بتاعت يرفع الستار بعد 3 دقايق، اقعدوا في اماكنكم مش عارف ايه بتاع الكلام ده كله. لما قلنا ان لو تخيلنا ان الفنانين الكوميديين بقى هم هم الفنانين بشكل عام يعني هم اللي بينوهوا على مسرحية طيب وننزل وأمير. بالتنويهات دي جوه المسرحيه جوه المسرح عادي. لما رحنا مين مثلا؟ يعني مثلا اللي هي احنا قلنا يرفع الستار بعد 3 دقائق. لو مثلا الاستاذ سمير غانم كان هيقولها هيقول لك الجمهور اللي منورنا الستاره الحلوه دي هتترفع بعد 3 دقايق. كان هيقولها كده. استاذ يوسف داوود كان هيقولها ازاي؟ الستارة الحلوة دي هتترفع بعد 2 دقيقتين. اضف مكانكم، اضف مكانكم بقى. مش عايزين ده، مش اللي بيتكلم في الموبايل والموبايل اللي بيتكلم. الجمهور لو سمحتوا مش عايزه موبايلات في الصاله، كل واحد يعمل تليفونه سايلنت او يقفله خالص، ومش عايز اسمع الصوت. والله يا ريتنا كنا عملنا كده لازم والمصحف كانت انا هتبقى هكلم حلوة ياسر فشخ. الطبجي كانت واخد هتبقى بالك حلوة في الإعادة بقى. كانت هتبقى حلوه جدا. لازم مسرح الكوميدي يبقى التنويه بتاعه بطريقه لا كوميديه مسرح الكوميدي بقى مختلفة. نكد على الناس ده يبقى لازم يبقى العكس تماما وبتاع. رايك ايه في المسرح يا استاذ عمرو؟ لا المسرح ده عيش ايه ده ما انا اللي انا مستغربه يعني، انا دخلت تجربه المسرح وانا والراجل الطاهر ده، ويعني ما استحملناش كتير، تمام، في المسرح القطاع العام بوجه خاص يعني. فانت مكمل وانت سابقنا اصلا بكتير قوي يا عمرو. ايوه. انت ايه كبلة البعيد في ايه بالظبط؟ يعني بتستحمل انت وبتقاسي وحاجات بص يا تامر، أنا أقول لك ما هو انت قلت بس حاجه مهمه، بس عشان انت قلت هو قال لك ده عيش ايه. اه وهو الناس بتحب تشوفه في المسرح. انا رحت اسكندريه واتفرجت انت على رحت له اسكندريه على- مخصوص، وده مستغربه جدا يعني. انت رحت له مخصوص اسكندريه تتفرج صاحبي يا عليه. جدع. انا ما رحتلوش مع صاحبي. صاحبي يا جدع، ما عشان الناس تعرف الفرق. انا بس. اروح له ليه؟ عشان تعرف الناس الفرق. ليه يا عم؟ بشوفه في التلفزيون عرفت مين عادي. اللي بيصبغ؟ الصبغ جميل. لا والله انا بعشق المسرح اصلا. وبعدين انت بتقولي ايه اللي بيخليك كده؟ انا بسمي المهنه بتاعتنا دي مهنه المتعه والعذاب. الله عليك. والله شو زي الجريمه والعقاب نفس هي المتعه والعذاب. ان انت ممكن تقعد تصور، او يعني انا المسرحيه بتاعتي كنت بعرف في اسكندريه، رحت اسكندريه عملت بروفات. فانت ايه اللي بيخليك تستحمل ده؟ والعائد المادي من مفيش مسرح تقريباً. الدوله بيبقى قليل. شوف هي الواد مؤدب استبداعك. برضه قال لك العائد قليل. ايوه قليل. لا العائد مش قليل. يعني خلاص امسح دموعك، امسح دموعك، كت يا جماعه، وامسح دموع الفنان عشان العائد. فانت بتعمل ده ليه؟ انت عشان حابب الموضوع. اوكي. انت حابب الحاله ان انت بتشتغل في تجربه مسرح مع كل ممثلين مسرح اسكندريه، وانت اللي جاي من القاهره. فهم في الاول كانوا اللي هو ايه، مين اللي جاي علينا؟ اللي ده فرقه تقيله. فرقه تقيله فرقه جدا، تقيله قوي قوي. مسرح اسكندريه عتاوله. فهو بالنسبه لهم ان انت تيجي حد من القاهره يبقى بطل المسرحيه، فاللي هو يعني انت مش شايف حد فينا يعني. فانا داخل بمنطق ان احنا كلنا زي بعض.
احنا داخلين نتبسط، احنا داخلين نبسط الناس، مفيش حد نجم على حد. يعني انا كان في ولد والله العظيم يا عمرو اسمه يوسف، كان اسم الشهرة بتاعه بامسي. بامسي ده كان من مساعدين الاخراج، وفي مره نزلت لقيته واقف على السلم اتقابل بيشرب سيجاره على السلم، واقف عامل كده. كده احنا بنقول للابو بامسي انه بيشرب سجاير. ما عارف بحب أبوه. بس الملحوظات دي. قلت له ولا يا بامسي وانا عارف ان هو بيحب التمثيل، قلت له بقول لك ايه، عندك فانيلا مقطعه؟ قال لي اه. قلت له طب تعالى لي بكره بيها يعني والبسها تحت. فاستاذنت المخرج في مشهد في الحاره، في ناس بتخشوا ما بيقفوا ما بيتكلموش كده، بعد كده اللي بيخرجوا كانوا على الدرع اليمين اللي دول. على ايوه اليمين ايوه دول. قلت له بس استاذنت المخرج، قلت له بعد ما يخرجوا انا عايز ده يقف لوحده كده ماسك السيجاره دي كده. قال لي تمام. خرجوا، فقلت له يا بامسي هقول لك يلا حبيبي توكل على الناس. خرجت، فهو ماسك سيجاره كده. قلت له يا بامسي هسالك اقول لك الاصطفه دي اسمها ايه؟ هتقول لي اسمها اسف مش هشرب تاني. فهو الواد راح معلي، قال لي ممكن يا ريس تقول لي طب ما تجرب تبطل؟ هقول لك جربتها ما عجبتنيش. ايوه. فالناس اول لا يوم بدات إفيه. تضحك، فالواد اتبسط. فبعد شويه المنطقه بدات تكبر لان توسع. بدا فيها ضحك. اه في ممثلين تانيين ممكن يتضايق ان صح، المشهد أيوة ده من ضحك ده منه. فعلا. بالعكس انا كنت بفتح له واخليه يقول بقى بتبسط. هو ده الفنان، ميرسي. هو ده الفنان اللي جواك ده، هو ده. ميرسي. يا ساتر على ده وش، يا ساتر. عرفت مش هو اللي مضرب بعد الجواز والله لا العظيم. والله، لا هو الجواز هو مين اللي مضرب عنه. تصطبح بالخلقه الجواز هو اللي دي؟ مضرب عنه. يا سيدي. يلا لم، يلا يا بابا، يلا حبيبي، اتكل على الله، كفايه عليك قوي كده. يلا شكرا. شاكرين قوي، اطلع بره. اقفل لنا اطلع بره. بمناسبة انتهاء 2024 وداخلين على سنة 2025، يا رب سنة 2025 تكون سنة خير وصحة وسعادة، مش على تامر فرج لوحده ولا على عمرو رمزي لوحده، لا علينا كلنا وعلى أمة المسلمين وعلى الشعب المصري كله. 2024 راحت مع ألف سلامة بحلوها وبوحشها، يا رب. 2025 راحت بوحشها. بوحشها، مش بتقال بوحشها. 2025 تكون سنة حلوة علينا كلنا، ويكون فيها حلو بس ما يكونش فيها وحش. كان معكم عمرو عبد العزيز. يلا حبيبي توكلوا على الله. يلا بابا، يلا مع السلامة. لا 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 بلاش خدي ولا ايدي ولا كوعي، استغفر الله.